بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات حواديت مصرية. مش عارف يعني أنا جوايا كلام كتير أوي عن حاجات كتير أوي على الشعر الأبيض ده، شاف حاجات كتير أوي. المهم اللي بيسأل أنا ليه أصلا هعمل حلقات زي دي، أولا الحمد لله رب العالمين إن ربنا وفر لي إمكانية إن أنا أسجل حاجة. أنا مش هقول إن أنا هبقى باسم يوسف ولا هبقى أحمد حلمي ولا هبقى أي حد تاني، أنا تجربتي مختلفة شوية يعني. آه، أنا عشت في يعني عندي دلوقتي 55 سنة، أنا مواليد 58. أنا شفت أيام جمال عبد الناصر، شفت أيام أنور السادات. جمال عبد الناصر مات وأنا عندي 12 سنة، يعني كنت واعي وفاهم يعني إيه جمال عبد الناصر. أنور السادات مات وأنا في الجامعة، وطبعا اتجوزت وخلفت وشعر ابيض، وفي عهد السيد الرئيس محمد حسني مبارك. والحمد لله ان انا برضو الحمد لله على كل حال، يعني ان انا شفت رئيس جديد بعد حسني مبارك. الحمد لله رب العالمين، كنت فاكر ان انا هموت قبل ما هو يمشي. الحمد لله. وايه، هنقارن كل ده ببعضه يعني، هندخل، هنتكلم كتير، هنتكلم في التاريخ، هنتكلم في، لان التاريخ زي ما بيقول بعض الفلاسفة ان التاريخ هو جغرافيا متحركة، والجغرافيا هي تاريخ جامد او تاريخ ثابت. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا عاوز اسيب ذكرى لاولادي، اسيب ذكرى للناس، لان انا مثلا دلوقتي عندي صور مثلا للمرحوم بابا، عندي صور لماما، بس صوتهم او صورتهم آه هتفرق معايا، يعني هتفرق مع اولادي. ممكن اسيب لهم اي حاجة يفتكروني بيها او يترحموا عليا بيها. في حاجة اخيرة، ان انا ممكن كلمة مني تغير حياة انسان، او زي ما جربت انا قبل كده كتير، ان انا الحمد لله رب العالمين يعني ربنا قدر لي وقدرني ان انا اقف جنب حد واخد بايده. ممكن اكيد اي انسان ليه غلطات، ليه اخطاء، بس الحمد لله رب العالمين ان انا نيتي كانت كويسة يعني، او ان انا بفضل الله برضو شفت ناس قدام عينيا بقوا احسن، بفضل الله بفضل الله بفضل الله، وبسببي، بسبب كلمة صغيرة مني. أنا ليه يعني، إحنا بإذن الله هنتكلم في حاجات كتير، هنتكلم في الدين، هنتكلم في السياسة، هنتكلم في القرآن، هنتكلم في طبعا ده أنا ما بقولش إن أنا مثلا واخد دكتوراه في حاجة معينة، ولا واخد ولا صاحب مؤهل علمي يخليني اقول واطلع وابحث واناقش وزي الناس كده الكبار اللي بيجيبوه في التلفزيون دول. لا، انا برضو انا انسان مصري بسيط جدا، حاصل على بكالوريوس تجارة وبس، كفاية على كده، واتجوزت وخلفت. الحكاية كلها مفهومية وحدائق مش علام. التجربة مختلفة، يعني ممكن جدا تلاقي واحد معاه دكتوراه وفاشل مثلا في مع اولاده، او فاشل في حياته، او الحمد لله انا احسب نفسي ان انا نجحت في حاجات كتير، وبحاول انقل تجربتي دي او اسيبها لاولادي عشان يفتكروني يعني، وعلشان الناس برضو ممكن تتعلم منها حاجه. المهم بس عشان انا بس الموضوع برغي انا كتير، معلش. هنتكلم في الدين وفي السياسة، هنتكلم في الثقافة، ثقافة مصر زمان أيام ما تربينا احنا في قصور الثقافة، وأيام دكتور ثروت عكاشة، وأيام ما كان في حاجة اسمها ثقافة، والثقافة بتاعت دلوقتي بتاعت أوكا وأورتيجا. وهنتكلم في الموسيقى، هنتكلم في الفن، في السينما. بصفتي أنا ما اعتبرش نفسي ناقد، لكن متفرج كويس، أو خبرتي في السينما، أو يعني ما اقدرش اقول خبرة يعني، بس ان انا مشاهد كويس او مشاهد ملاحظ لبعض حاجات، يعني في حاجات في حاجات بتفوت على ناس كتير انا باخد بالي منها. حلوة دي يا باشمهندس. هنتكلم في الحاجات دي كلها، هنتكلم في مصر زمان طبعا زي ما قلت، عبد الناصر والسادات وحسني مبارك.
هنناقش افلام سينمائيه. معلش انا كاتب حاجات قدامي عشان بقول لكم في حاجات كتير قوي. هنناقش افلام سينمائيه سوا، هناخد شطات منها واقول لكم خدوا بالكم من دي. انا طبعا فاكرين ان انتوا الاستاذ الله يرحمه ويحسن اليه استاذنا وعمنا عمار الشريعي كان بيجيب مثلا الموسيقى التصويريه بتاعت فيلم معين ويقول لك خد بالك من دي. انا برضو يعني هحاول اقلده، وناخد بالنا من حاجات معينة، من راكورات معينة، من ديفوهات معينة، من لقطة معينة، من إضاءة، من حاجات كده يعني هنتكلم فيها. في الموسيقى برضو نفس الحكاية. الموسيقى المصرية مين اللي لسه فاكرينه من من الموسيقيين؟ مين اللي ما خدش حقه من الشهرة؟ مين المهم بإذن الله انا دايما بقول هنتكلم هنتكلم هنتكلم، لان انا مستني اراءكم ومستني تفاعلكم معايا. ويا رب اكون يعني عند حسن ظنكم، وتقولوا لي بقى من الاول دلوقتي هنبتدي نتكلم ولا نقفل على الموضوع. على العموم حتى انا مش هقفل على الموضوع، لان الموضوع ده انا سايبه كده لله. قطعت قلبي يا شيخ. في حاجة مهمة جدا برضو ان انا لازم اتعرض ليها، اللي هي المخ ده اللي جوه ده اتربى على حاجة. أنا أصلا قاعد دلوقتي في بيتي ده في حتة اسمها دير الملاك. دير الملاك دي من أقدم كنائس القاهرة، يعني أقدم، في دير جوه وفي كنيسة جوه. أنا متربي في دير الملاك. متربي على إيد عم أنطون وعم لويس وعم عبده إسحاق الله يرحمه اللي ساكن فوقيا، وطنط أليس. متربي على إن مفيش حاجة اسمها ابونا. واحنا رايحين المدرسه الصبح كنا بنشوف ابونا طالع من الكنيسه بنقول له صباح الخير يا ابونا، عادي جدا يعني. ما كفرتش لما قلت لابونا يا ابونا، عادي يعني، لانه في مقام ابويا. راجل دقن طويله كده وبيضه ورجل دين، بقول له ابويا. يعني لو واحد مثلا مسيحي قال لي يا صباح الخير يا عم الشيخ، يبقى كده خرج من المسيحيه؟ لا، عادي يعني. المهم، فانا هحاول برضو بقدر الامكان افتكر معاكم وافكركم بايام مصر لما كانت مصر. زمان وكان يا مكان، كان الزمن إنسان. دلوقتي ليه يا زمان ما بقتش زي زمان؟ طيب يا صبر طيب. يا رب اكون عند حسن ظنكم تاني مره، وربنا يفتح عليا ويجعلها في ميزان حسناتي. شكرا والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله.